اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سهل السماء قبلت الأمر. بسم الله. طيب النهارده الفلوج هيكون مختلف شويتين. النهارده اجازه من التمرين، فانا قررت ان انا افطر بقى في البيت، ويبقى لي فتره كبيره انا وصحابي عايزين ننزل، او انا بس بالاكتر عايز انزل، ولكن الوقت بيكون ضيق في رمضان فما عنديش وقت ان انا انزل وكده. ولكن قررت بقى النهارده ان انا انزل اقعد معاهم، ولكن قلت لهم او كلمتهم قلت لهم تعالوا نصلي الاول التراويح وبعد كده ننزل نقعد مع بعض. هاخدك بقى معايا النهارده في احداث اليوم، هنصلي فين، هننزل نقعد فين، هتبقى ايه الدنيا، كل الحاجات دي هاخدك معايا في اليوم بقى ان شاء الله. وهنيجي لتالت فقرة اللي انا بحبها خالص خالص، اللي هي السؤال بتاع اليوم او السؤال بتاع الفقرة بتاعتنا. وبرضه قولوا لي ايه رايكم في الاسئله اللي فاتت والفلوجات اللي فاتت، الفلوجات اللي نزلوا، ايه الدنيا تمام كده ولا حاسس ان الموضوع صعب، ولا ايه اللي عايز يتغير، ولا ايه؟ انا سالتك في الفلوج اللي فات بس مش عارف. فالمهم يلا بينا هاخدك في اليوم ونشوف هنعمل ايه، ونفطر كده الاول بعد كده ننزل ونشوف الدنيا هنعمل ايه. يلا بينا. سمع الله لمن حمده وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله. ومين كمان بقى اصله ابوه وجده وان عمل وفروا ابنه وابن ابنه وان نزل لو كانوا فقراء، لكن لو كانوا اغنياء خلاص كل واحد يتحمل ايه مسؤوليه نفسه. يبقى دي نمره واحد. تعالى ننتهي. طيب وقت وجوبها امتى؟ وركزوا معايا، وقت وجوب زكاه الفطر امتى؟ العلماء اختلفوا فيها، يهمنا رايين نبينه. الراي الاول قال من غروب شمس اخر يوم رمضان الى ما قبل صلاه العيد. من غروب شمس اخر يوم رمضان الى ما قبل صلاه العيد، يعني وقت ضيق جدا. راي ثاني قال لا، ده هو اقل من كده، من فجر يوم العيد الى ما قبل صلاه العيد، يعني ساعتين تقريبا، ساعتين ونص. ده الوقت الشرعي. الوقت الشرعي يبقى زكاة الفطر وقتها الشرعي من غروب شمس آخر يوم رمضان إلى ما قبل صلاة العيد. والرأي تاني من فجر يوم العيد إلى ما قبل صلاة العيد، يعني مفيش. طيب أهم حاجة بقى، هل يجوز تقديمها؟ هل يجوز تقديم إن أنا أطلع الزكاة دي قبل الميعاد الشرعي بتاعها؟ العلماء قالوا نعم، وبعض العلماء قال لا، بس الصح نعم. طب أقدمها قد إيه؟ آراء كتيرة بقى. رأي قال نقدمها يوم أو يومين، يوم أو يومين. بعض العلماء قال ممكن في العشرة الأخيرة من رمضان.
صلينا التراويح البتاعه دي مع الاستاذ عمرو. ايه رايك في الكاميرا يا استاذ عمرو؟ لا زي الفل، بسم الله ما شاء الله يعني. وايه رايك في الصلاه؟ لا الشيخ كان صوته حلو ان شاء الله. انت على فكره هتطلع في الفلوج والله والله يعني انت هتتشهر خلاص زي كده زي ما انا مشهور. بس ما قلتليش ايه رايك في الاوتفيت بتاع الجلابيه؟ لا شيخ العرب لا والله. والله طب ما تاخد كده توري الناس الاوتفيت اللي انا لابسه. ايه رايك في الاوتفيت؟ جامد كده باين كلك ولا الشنطه؟ لا شيخ ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه. شيخ يعني شيخ. تعالى بقى. اوتفيت حلو صح؟ بس مشكلة الجامعة دي في حاجة. العيال الصغيرة فظيعة وبيعملوا صوت، وواحد واقف ورا ماسك الناس، والعيال الصغيرة بس قاعدين ساكتين. طب انت يا حاج ما بتصليش انت ليه اصلا؟ يا عم ده كان السنة اللي فاتت كان في واحد قاعد بيضرب فيهم ورا. والله بجد؟ والله. طب ده يعني هو ما بيصليش بس بيمسك في العيال الصغيرة، ده ايه بقى؟ ربنا يهدي. طيب كمل لك بقى بقيه الفلوج. رحت حلقت بعد ما صليت طبعا، ووقفت شويه مع الشباب. ما خرجناش وكده، وقلت ليه اروح وكده. فرحت قلت ايه اظبط شويه دقني كده، واظبط ايه شعري كده وايه، عشان واحد كان عايز يعني يحلق. بس قلت ايه العيد بقى جاي، فقلت لا استنى شويه اما تيجي بقى بحلق حلقه كامله ان شاء الله. فما قلتليش ايه رايكم في الكشخه بتاعتي في الجلابيه وحلاوتها. وبس كده وصلنا للفقره اللي انا بحبها، السؤال بتاع بص اظبط شعري. وصلنا للسؤال بتاع حلقه النهارده، والسؤال بيقول امتى ليله القدر بالظبط؟ امتى اعرف ان هي ليله القدر، او امتى هي ليله القدر اصلا؟ بص يا سيدي، مفيش حد فينا يعرف امتى ليلة القدر، الله اعلى واعلم، ولكن ثبتت على ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان هي كانت في 21، وفي حديث برضو عن النبي قال ان هي هتبقى في 27 او في 27. ولكن اللي اجمع عليه العلماء او اراء العلماء جميعا يعني ان هي متغيرة، ممكن تيجي في سنة تبقى في 21 23 25 27 او 29، اللي هي الايام الفرديه اللي هي الوتر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها يعني. طيب انا اعمل ايه بقى؟ هل انا في الايام ال21 والايام اللي هي الفرديه دي بس هي اقول ان هي ليله القدر وخلاص؟ لا، هو قال لك التمسوا العشر الاواخر من رمضان، يعني العشر الاواخر كلهم اعتبرهم ليله القدر، يبقى اعمل فيهم كل المفروض يتعمل، التعبد وتهجد وقراءه قران وانك تحيي الليل يعني. بس فهي مش ثابته، وما تضيعش على نفسك الثواب او تحط نفسك بقى في شتت وتعرف ان هي امتى ولا محدد ثابت او الكلام من ده. لا، هي ملهاش محدد ثابت، لان هي لو كانت لها محدد ثابت كنت انت فرحت بيها بس في وقتها وخلاص. لا، هي اعتبر العشر الاواخر كلهم ليله القدر، واعمل فيهم المطلوب منك يعني ان شاء الله. فبس ده كان السؤال وده الرد عليه، ورد كان بسيط يعني. فالعشر الاواخر تاني، العشر الاواخر اعتبرهم كلهم ليله القدر، ملهاش وقت محدد. بقى في ناس تقول لك اللي هي الوتر اللي هي الحاجات الفرديه والحاجات دي، لا هي مش الفرديه خالص. استغل كل 10 الاواخر من رمضان ان هم ليله القدر فعلا. ما تجيش مثلا في ال21 وال23 والحاجات اللي هي الفرديه دي وتعتقد ان هي ليله الفجر، تعتقد ان هي ليله القدر وما تطلعش ليله القدر وتضيع على نفسك ثواب عظيم. لا، 10 الاواخر كلهم استغلهم ان هي ليله القدر. بس كده يا سيدي وصلنا لنهايه الفلوج النهارده. طبعا بقى ما اتمرناش وكده، ونتمرن بكره باذن الله. طيب لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك الجميل واشتراكك الاجمل يا صديقي. وبس كده، انا محمد ايهاب، وما تنساش تحب صحتك. سلام.